وده تابوت الملك توت عنخ آمون. أنا هنا مش في متحف، أنا وسمير كنا في زيارة للسفير يسر القويدي وحرمه الأستاذة نسمة. السفير يسر القويدي مش بس دبلوماسي كبير، لأ كمان فنان وكاتب مبدع وإنسان فوق الوصف. وإحنا في بيته لفينا العالم وحكلنا عن إبداعاته. تعالوا نشوف حكلنا إيه. ازازه، شايف الازازه؟ بلاستيك. فانا عملت التكوين ده بالورق المطبق ده. الورق المطبق ده عملت هذا التكوين. اقرب للاوريجامي الورق المطبق. هو ده اوريجامي. هنا مثلا ده عصايه بتاعتي، وده الشيب الجزمه بتاعتي. كوتش. عملت توليف، دي اترسمت في وقت وده اتعمل في وقت اخر. واخد بال حضرتك؟ فهكذا يعني. اللوحه دي طيب. اللوحه دي برضو ده بورتريه لواحده كنا نعرفها، وبعدين ايه حبيت اعمل منها موضوع. دي رسمتها سنه 2007 مكتوب تحت. لكن وبعدين في 2007 برضو عملت التكوين ده. بس اتعاملوا منفصلين، كل واحد لوحده. ايوه في وقت واحد. بس يعني لا حلو. هنا برضو نشوف. شوف دهيت اللي ورا دي. دي زي اندي وارهول عنده الكوكاكولا. ايوه معروفه. فانا عاملها تحيه مني الى اندي وارهول. خامتين مع بعض صعب الواحد كان يدخلهم، لكن هم عملوا تاثير. البلاستيك، الازايز البلاستيك ملونه مع الاوريجامي. التشكيل ده تجريد. ده منظر كان من الشباك بتاع المكتب بتاعي في سفارتنا في بودابست. شوف حضرتك هنا في نوع من التجسيم المستويات. الزميدوم اللي هو الرسمه الفرعونيه المشهوره، بس انا نفذتها زي كاريكاتير كده شويه من على ورق جرايد. وكمان كان من ضمن الأعمال المدهشة عمل اشترك فيه مع الفنان عصمت داوستاشي قال لي اديني حاجة وأنا أعمل لوحة منها، فأعطيته الجزئين دول، فراح هو عامل اللوحة، هو اللي صمم اللوحة دي. يعني هو عنده عمل مشترك. حلو قوي. وأنا عندي عمل مشترك. ده برضو زي ما تقول مجسم يعني. ده انت حاطط سجاير وكبريت والوان ده حلو قوي. بس هنا بقى بيبان طاقه المرح، يعني واضح ان انت عندك روح مرحه وعندك احساس بالفورم اللي فيه سخريه. عدد كبير جدا من اللوحات الموجوده في كل مكان. اللوحه دي يا سمير دي ما فيهاش الوان، دي كلها ورق جرايد. القصاصات بتفضل منك، عملت منها يعني حاجه. في النهايه اهدونا مجموعه من مؤلفاتهم هو والأستاذة نسمة. الحقيقة مش دي كل الجولة ولا كل الزيارة. أنا وسمير سألناه أسئلة كتيرة، عرفنا من خلالها معلومات عنه كإنسان وسفير وكاتب ومبدع وفنان، وده اللي هنعرفه في المرات الجاية. وحرمه مروة عز الدين يسري 2024.